اعطوني بشعول مش اعلاني. ما رأيك بهذا الحوار الدائر بيننا الآن؟ الحوار طيب ومبارك وبارك الله فيكم. أول حاجة أقول إن الزواج للشباب الفقير هو نقمة ومصدر شقاء وبلاء واكتئاب وأمراض نفسية لا أول ولا آخر لها، حيث الفقير كيف يتزوج؟ فإن تزوج فسيتزوج في بيت الأسرة، ومن هنا تبدأ المشاكل والهموم والآلام، مشاكل من الأب ومشاكل من الأم ومشاكل من الأخ ومشاكل من الأخت. هذه المشاكل تجر على الزوج الفقير وزوجته كل أصناف الآلام والهموم والاكتئاب، وقد تنتهي بالطلاق. فأنا أنصح كل شاب فقير بأن لا يقدم على هذه المرحلة الصعبة والقاسية أبدا أبدا إلا حينما تتيسر أحواله المادية، وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. يعني اللي ما يقدرش يتجوز يصبر. لما الانسان يضرب من البيت ومرته تعيش في بيت ابوها هتكون مبسوطه ولا تصاب بالاكتئاب وبالدمار هي وزوجها؟ طبعا دي مواقف عصيبه يا اخت ليليان، واقول لكل واحد فقير اقول له ما تتسرحش في الزواج. اقول طبعا يا اخت ليليان لكن حكامنا الظالمين دمرونا، نهبوا البلاد ودمروا العباد وهم السبب. 90% من شباب العرب مدمر يعاني من ازمات نفسيه، نهبوا البلاد ما وفروا لنا شيء لقمه عيش. وكل هذا ينعكس على في دول الخليج يا اخت ليليان. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اهدأ يا سيد عصام. ما استطيع